قلت يا إلهي، ماذا حدث لهؤلاء الأطفال؟ وصلت إلى وسط هذه الأرض، وعندما جاءوا هؤلاء ضربوني على الأرض. لم نكن نشغل الكهرباء ليلا كي لا يستهدفوننا بقذائف الهاوان والصواريخ والمدافع. لقد كان يجلب لنا والدنا كل شيء، كنا أعزاء عليه. لقد ولت تلك الأوقات، والآن أصبحنا فقراء ومحتاجين. من الجريمة الإنسانية والوحشية إلى الحماس والإنجازات الدائمة. الفيلم الوثائقي عن جيمتال، مديرية جيمتال الخضراء. تقع هذه المديرية على بعد 43 كيلومترا جنوب غرب ولاية بلخ. يعمل معظم سكانها في الزراعة والبستنة وتربية الماشية. قبل بدء الاحتلال الغربي، كان سكان هذه المنطقة يعيشون في سلام وأمان وبيئة آمنة بالمحبة والأخوة، لكن 20 عاما من الاحتلال الغربي لم تسمح لهم بهذه السعادة، وكان ظل الرعب يلوح في الأفق فوقهم كل يوم. بجانب الأمهات العاجزات ذوات الشعر الأسود والأبيض، عاناهم بفواق وأنين الأطفال الصغار وحزن على الجنازات المفجعة. لا توجد عائلة في هذه المنطقة لم تفقد أحبائها، وتزايدت الهجمات والعمليات البرية والقصف السري يوما بعد يوم. لقد تعب إمام القرية من تشييع الجنازات، وتعب النجار من صنع التوابيت، وتعب الناس من دفن الشهداء. خلال 20 عاما ماضيا من الاحتلال، تحولت هذه القرية الطينية إلى كتل من الطين والأنقاض، ودمرت المنازل والمحلات التجارية والمواشي والممتلكات الأخرى، وأحرقت المحاصيل في المزارع. هذه هي المقبرة التابعة لمديرية جيمتال بمحافظة بلخ، وتشهد الأعلام الموجودة على القبور على استشهاد الشهداء الأبرار. لقد دفنت الكثير من الأحلام هنا تحت التراب. لقد قمنا بزيارة العديد من القرى المختلفة في هذه المنطقة، ونقدم لكم القصة الوثائقية المؤلمة والوحشية والقسوة للكارثة التي استمرت 20 عاما. قرية تركي. كل بيت وكل شجرة وكل نبات أخضر في هذه القرية كان ذات يوم أخذ بلون الدم، ومن كل بيت جاءت أصوات الخوف والصراخ وبكاء الأطفال. هنا تتكشف قصة الرعب لوالد شخص ما، وابن شخص ما، وأطفال شخص ما، الأبرياء من بعيد. زين العابدين، الذي يمتلئ حلقه أحيانا ويفرغ أحيانا أخرى بذكريات والده الشهيد المريرة، والذي تمتلئ عيناه بالدموع، يتذكر فظاعة هذه القسوة بصوت حزين ينتحب. هذا المكان الذي ارتكبت فيه هذه الفظائع، تم شن المداهمات هنا، وجاءت القوات، تم إطلاق النار فيه. كانت هناك مداهمات هنا طوال الليل، كانت هناك أوقات استشهد فيها الأولاد في المنزل، وأصيب الأولاد. لقد هدموا كل هذه الأشجار، ودمروا هذه القلعة. يمكنكم رؤية الدمار داخل المنزل، انهدمت الغرفة. لقد أصبحنا نازحين، وفي هذه الحالة يستمر الأمر على هذا المنوال ليلا ونهارا. استشهد لابن، وكانت النساء في وضع سيء. لقد كنا في وضع سيء أيضا. لا أحد يستطيع أن يقول شيئا. عندما عرفنا بأن الوضع هكذا، هؤلاء ذهبوا
وتركونا في هذه الحالة في حالنا وفي عملنا. إنه أمر صعب، أنتم تعرفون الوضع أيضا، إنه أمر صعب للغاية. أتمنى لو أخذوا ممتلكاتنا أصبح الأولاد نازحين جميعا، حزن الجميع، أصبح الجميع ممزقين. فجأة أخذت سحب الاحتلال المظلمة كل الآمال وأفراح الحياة عنهم. ويروي شاخا أحد سكان قرية تراكي قصة إصابته أثناء الاحتلال المقزز. أصاب مدفع هنا وأصيب أخي أيضا. هذه الطلل الخلفي الذي تراه الذي وضعنا الحطب، سقط مدفع هنا، أصيب أخي، أصيب 2 من أبناء عمي. لدينا حاليا جرحى متواجدين حاليا في القرية. نحن نخجل من القول إن قطعاننا تعرضت للقتل بشكل حيث أطلقوا النار عليها في الشوارع. لدينا شهود عيان ومقاطع فيديو مسجلة توثق ذلك. لقد ارتكبت مثل هذه الفظائع ضدنا وتم تنفيذ المداهمات. لقد وقعنا في الهجوم. تم قصف المنازل في منتصف الليل. لم يهتموا بالبشر. كان ضيفا في منزلنا. لقد أهانوه وضربوه وأذلوه. لقد أشعلوا النار في دراجته النارية قائلا: لماذا ألقيتم عليها بطانية؟ لقد أصاب هنا. ما زالت العلامة موجودة التي وضعتها. لقد جرحت هنا. كانت الماشية واقفة هناك. انظروا إلى تلك الثقوب في الجدار. قتلت هناك 14 من الماشية. جاء أهل قريتنا ووصل أخي الآخر. عندما أخذوني كان إخوة زوجتي في بشم قلعة. أحضروا السيارة، أخذوني وأخذوا جميع الأطفال معهم. كان أخي في بشم قلعة. اتصل به أحد وهو أيضا وصل بنفس الحالة من الضجيج. ثم عندما غادرنا كانت القوات أيضا في المقدمة. لقد كان من الجيد أن هناك كان شخص في تلك القوات نعرفه. أفتح الطريق لنا ثم ذهبنا. لقد بقيت ملقاة هناك لمدة نصف ساعة، مجروحا وملطخا بالدماء. ثم جاء القرويون وجاء أخي وأخذني. ثم وصلت السيارة من بشم قلعة. كنت في هذا المشهد. ثم نقلونا وجميع الأطفال إلى بشم قلعة. لم يبق في البيت إلا أخي بوحده. لقد ذهب الجميع. كان ابني هنا، كان منزلي. أخرجنا من البيت الجميع من النساء والأبناء والأطفال. لدي غرفة صغيرة هناك للضيوف. أحضرناهم إلى هنا جميعا. عندما أطلقت قذائف الهاوان كان ذلك قضاء من الله، وانتهى أيام عمره واستشهد على أيدي الكفار. وهذا معروف لجميع أهل القرية. لقد أخذ الله مني طفلي الذي كان في 10 أو 12 من عمره. لقد تركت المداهمات والقصف حزنا عميقا في قلوب كل ساكن هذه القرية على شهيدهم، ويتذكرها كل واحد منهم كذكرياته المريرة. لقد ارتكبوا على الأراضي الأفغانية فظائع وجرائم لم تتكرر قط في تاريخ البشرية. هذا الرجل المتألم الذي تخرج أخوه للتو من المدرسة تحولت آماله وأحلامه إلى دماء الحمراء على يد المحتلين. كان أخي الذي كان أصغر مني ب2 يبلغ عمره 17 أو 18 عاما. كان يدرس في المدرسة، وكان يدرس في المدرسة الدينية أيضا. أردنا أن ينال على مكانة ما. أردنا أن يدرس وأن ينال على مكانة ما. كنا نتناول الطعام هنا، وسمع صوت دوي الطلقات حوالي الظهر، واستمر صوت دوي الطلقات حتى الساعة 2. كنا لم نخرج من المنزل حتى لا تصيب الرصاصات. كانت سيارة ابن عمي متوقفة هنا. جاءت الطائرة وأطلقت النار على السيارة ودمروا منزله وحطموا النوافذ. أنتم موجودون هنا وترون المشهد. استشهد أخي هنا الذي كان اسمه صفة الله. أصابه الرصاص وكان وضعا صعبا للغاية. أدى تحطم زجاج النوافذ إلى إصابة الأطفال والنساء، ولم يكن هناك إمكانيات لإخراجه لأنهم ألقوا القذيفة بقوة شديدة حتى أنه استشهد على الفور. لم نتمكن من دفنه في اليوم نفسه، بل دفناه في اليوم بعده.
أقمنا جنازته غدا لأن لم يتمكن أحد من الحضور في ذلك اليوم. كان هناك ضجيج شديد ولم نتمكن من ترتيب أي شيء. لم نتمكن حتى من إقامة الجنازة لأننا كنا في منطقة حرب فغادرنا. حضر القرويون وأقمنا الجنازة غدا. لقد أصيب هذا الرجل الطويل ذو الشعر الأبيض بالدمار بسبب وفاة وانفصال ولديه وزوجته. الأعلام على قبورهم بجانب المنزل هي العلامة الوحيدة على أنه يكسر ضغط حبه لهم ويجعل قلبه دائما فارغا من الحزن. لقد استشهدوا هؤلاء وأصبحنا محزنين. هؤلاء أبنائي وهي أمهم. أصبحنا نازحين. أنتم ترون حالتنا. فاستشهدت أمهم وجميعهم أصبحوا ممزقين وأصبحوا نازحين، وكان الأمر كذلك. وفي اليوم الثالث قمنا بدفنهم. أصبحوا ممزقين. كانوا مشغولين في العمل الزراعة. قلت لك. ولم تتم مراسم تشييع الشهداء في هذه المنطقة بسلام، ولم يتمكن الناس حتى من الذهاب إلى المساجد للصلاة. وكانت كتب ودفاتر تلاميذ المدارس وطلبة المدارس الدينية ملطخة باللون الأحمر بالدماء. وقعت هذه الحادثة في 12:00 ظهرا، وكان لدينا في ذلك اليوم شهيد أيضا. أحضرنا الشهيد من نفس الطريق. كان الشهيد خلف القلعة. كان دماغه مفقودا حتى أن دماغه خرج من رأسه. وبدأ بإطلاق قذائف المدفع ويضربون بقذيفة الدوشكا من تلك الجهة من المنطقة. جاءت قذيفة الدوشكا وأصابت هنا. يغفر له عمي هو استشهد هنا. أصابت قذيفة الدوشكا هنا بداخل المنزل. بعد أن حملنا الجنازة كنا نأخذها إلى المقبرة. هناك مقبرة ربما يمكننا أن نذهب ونعرض لك. عندما وصلنا إلى تلك المنطقة أطلقوا علينا قذائف الدوشكا مرة أخرى. تم إطلاق ما يقرب من 12 أو 13 قذيفة الدوشكا أثناء الجنازة. لقد أصيب الشباب وأصيب الناس وتفرق الجميع، لكن الجنازة بقيت هناك. وبعد ساعة أو ساعتين تجمع عدد من القرويين من القرية وذهبوا ودفنوا الجثة. لقد عادوا مرة أخرى. كانت أيامنا وأحوالنا سيئة للغاية. كنا نصلي في البيت، ولكن عندما يحين وقت الصلاة تسقط علينا قذائف الدوشكا كقول الناس. عندما كانت المداهمة تشن فلم نكن نتمكن من النوم. لم نكن نتمكن من الذهاب إلى المسجد. كنا نذهب إلى المسجد مرة واحدة فقط بسبب الأخبار بأن هل هناك أحد في القرية أم لا. وكان هناك 6 أشخاص في القرية. كنت أذهب بنفسي إلى المسجد مرة واحدة لصلاة العصر لأرى بأن هل هناك أحد في القرية أم لا. طلبوا منا عدم الحضور إلى المسجد لصلاة العشاء. نحن لم نكن نذهب لأننا كنا نخاف. لا يمكن الذهاب إلى المسجد عشاء. أتمنى أن تتمكن من رؤية تلك الجثة لو تراها ذلك بأم عينيك، بأنهم أطلقوا بقذيفة مدفع، ثم عندما تفرق الناس كانوا يضربون بقذيفة الدوشكا ويضربون بقذيفة زيكويك. لقد كان مذهلا للغاية. أنا كنت حاضرا في الجنازة بنفسي. انتهى الاحتلال، لكن حالة القرية لا تزال تشهد على الفظائع التي ارتكبت. لقد رأينا الكثير من الدمار في الحرب، وفقدنا العديد من الشهداء، ورأينا الكثير من الجرحى، حتى أنهم جاءوا إلى منازلنا. كنا عندما نقيم جنازة كانوا يطلقون النار علينا، وقد أصيب العديد من الأشخاص أثناء الجنازة. بينما كنا نحتفل بالزفاف أصيب بعض الأشخاص في حفل الزفاف. لقد جاءوا إلى حفلات زفافنا ونفذوا هجمات. لقد مررنا بظروف صعبة للغاية، حتى أنهم أطلقوا النار علينا في المساجد. دمر مسجدنا. لقد تم إطلاق النار عليه من جانب هؤلاء الأشخاص. لقد جرحوا بسبب هذه التفجيرات. لم نكن نتمكن من الذهاب إلى صلاتنا الجماعة في الوقت الماضي. ولم يعاني القرويون من خسائر جسمية فحسب، بل إن حقولهم ومحاصيل القمح الناضجة أضرمت في نيران البارود الأسود. واستشهد المزارعون أثناء عملهم في حقولهم، وتم استهداف قطعان مواشيهم. ظلت أراضينا جافة. هؤلاء ذهبوا إلى المزارعين
وقاموا بجرحهم. لم نستطع أن ننقل مواشينا من منازلنا إلى الصحراء عندما كان يتم نقل الماشية إلى الصحراء، حيث يتم سلبها ونهبها، فأخذوا الماشية وقتلوا الرعاة، حتى شعبنا شهود على ذلك، فأخذ هؤلاء الناس 400 رأس من الماشية وقتلوا الرعاة. كنا في حالات صعبة جدا، ومن ثم وخاصة في الحروب الأخيرة كانت هناك خسائر كثيرة. لقد تم قصف منازلنا، وتم مداهمة منازلنا، لقد تم تدمير مواشينا، أصيب الأطفال بجروح، وأصيب الكبار بجروح. ولا تزال الفظائع التي ارتكبها المحتلون الغربيون تخلق صور الخوف والقمع في أذهان كل سكان قرية تاراكي. لم يكن يتمكن الناس من إضاءة منازلهم خوفا منهم، لأنهم كانوا يقصفون منازلهم عند رؤية الضوء. كان أخي في المنزل، نحن مزارعون، والزراعة هي عملنا. أنا لا أزال مزارعا على أرضي وأقوم بالعمل الزراعي. لم نكن نتمكن من تشغيل الكهرباء في الليل. لو شغلنا الكهرباء سيستهدفوننا بقذائف الهوان والصواريخ والمدافع. كان هناك مركز للشرطة هنا، وكان عمره 21 عاما في ذلك الوقت. أردنا أن نخطب له، فهؤلاء جاءوا وأخذوه منا وتركونا في الأمل. أصبح والدانا حزينين للغاية، حيث حالتهما لم تتحسن بعد. ولم ترتكب هذه الفظائع من قبل المحتلين فحسب، بل ارتكبتها أيضا المؤسسات التي أنشأوها. لقد ربطنا ماشيتنا هنا. جاءت 3 دبابات، وبدأت الدبابات بإطلاق النار. عندما أطلقوا النار فخرجت من الباب، فقالوا لي ارجع. وعندما عدت أطلقوا رصاصة وأصابت بالباب على هذه العتبة، ثم من هذه العتبة إلى هذه العتبة الأخرى. وكان هناك حمار هنا، لقد أطلقوا النار على الحمار أيضا، لقد أطلقوا النار على البقرة أيضا. جاءت الدبابات وتوقفت هنا. توقفت 8 دبابات في موقع المدرسة، وتوقفت الدبابات الأخرى في الشارع كمأوى. قصفوا القلعة ودمروها. لم يبقى في هذه البيوت زجاج واحد. من هذه المنطقة إلى ذلك البيت كلها مكسورة. لا يتم جمع قصص الفظائع التي ارتكبها المحتلون البرابرة في قرية تاراكي في هذا الفيلم الوثائقي القصير، ولكن قدمنا لكم بعض الأمثلة كعينة من أمثلة كثيرة. بعد قرية تاراكي نتجه الآن نحو قرية عليزو، منطقة نوشهر في مديرية جمتال. هنا أيضا العديد من المنازل مليئة بالحزن والأسى، والعديد من الأطفال الصغار الأبرياء طووا أيديهم ورفعوا عيونهم إلى السماء، مليئة بالدموع الدافئة لدعاء من أجل آبائهم الشهداء. كان أبونا استشهد في قصف الأمريكيين. لو كان والدنا هنا لكان يهتم بنا، لكان هنا معنا الآن. لو كان والدي حيا كان سيشتري لي أشياء لعيد. نكون في حضن والدنا، ويكون الأمر ممتعا للغاية. يشعر هؤلاء الأطفال بالحزن على ذكرى آبائهم، لأن الاحتلال حرمهم من كل أمل وفرحة في الحياة. كما شهدت منطقة عليزو بقرية نوشهر ليالي مظلمة وحزينة، حيث تم حمل جنازات 30 شابا من أبناء هذه القرية على الأكتاف. وفي الصباح أبقت جميع الأشجار والشجيرات أوراقها الخضراء المورقة ذابلة ومعلقة في حداد. وقعت هنا حروب عنيفة للغاية في هذه المنطقة. تم تنفيذ مداهمات ثقيلة جدا. تمت المئات من المداهمات. وفي الليل كان الوضع بشكل حيث كان الناس يغادرون منازلهم. كانوا يقومون بالقصف من الطائرات وإطلاق الصواريخ، ويقومون بتنفيذ مداهمات أخرى من هذا النوع. كان الناس يستشهدون، من النساء والأطفال، ومن الناس لهذه القرية كلها. لقد تمت مداهمات في هذه القرية وهذه القرية، وتمت مداهمة في هذه القرية واستشهد 22 شخصا في ليلة واحدة، وأصيب 8 أشخاص. كانت هناك 5 دراجات نارية متوقفة هنا،
أحرقوا ال5 منها. لقد تم إطلاق النار على هذه الغرف بالرصاص، وأطلقوا النار على هذه الغرفة أيضا. كان هناك قطن ملقاة هنا، وكان سريرا ملقاة. أحرقوا كلها جميعا. تم إطلاق النار على هذه الغرفة. هل ترى المرآة؟ هذه هي مكانها. ما هي خطيئتنا؟ أرنا خطيئتنا. هذا المكان والثقوب للرصاصات. أطلقوا النار عليه. تم إطلاق النار على الباب. انظر، هذه هي أماكنها. أتنظر إلى هذه الأقفال؟ لقد دمروا الجميع والأبواب. أطلقوا النار على النافذة. كانت النافذة قد سقطت. انظر إلى هذه الغرف. أطلقوا النار على كلها. انظر، هذه كلها ثقوب لرصاصات. ما هي خطيئتنا؟ أرنا خطيئتنا. نحن أناس مزارعون. لقد قاموا بمداهمتنا 5 مرات وأحرقوا منازلنا جميعا. ذهبت للصلاة فشن مداهمة وهاجموني. لم نكن نستطع الذهاب إلى صلاة العشاء، إلى صلاتنا. لقد مر بنا صعوبات لدرجة حيث كان صعبا للغاية. لم نتمكن من النوم بسلام، ولم نتمكن حتى من تناول الطعام بسلام. والله لم نتمكن حتى من تناول الطعام بسلام. لقد استشهد 3 من أبنائي. كان كلهم ال3 شباب. كان أكبرهم 25 أو 26 أو 27 في عمره. لم يكونوا كبارا في السن، كانوا شبابا. ترك أحدهم خلفه يتيمين. كنا قد خطبنا لأحدهم، بقي يتيماه، كلتاهما بنتان. بقي نفقتهم علي. فماذا نفعل؟ فنحن ماذا فعلنا بالأمريكيين؟ ماذا فعلنا بهم بأنهم جاءوا؟ وكان معهم الكلب أيضا. لم نكن نتمكن من الخروج من البيت. لقد أخذ التنين الأسود آكل البشر ضحايا من كل عائلة في القرية، وتركهم جميعا في حالة حداد. كانت المداهمات كهذه. استشهد 1 من أبناء أخي والآن بقي أيتامه الصغار. استشهد أخي الآخر وبقي أيتامه الصغار. كانت المداهمات كثيرة للغاية. كانوا يقومون بالمداهمات على الغرف ويطلقون القنابل كذلك. استشهدوا الكثير من الناس. استشهدوا نحو 20 أو 25 شخصا. وكان هناك ابنه استشهد هو أيضا، واستشهد آخر أيضا. استشهد شخصان. لقد تسبب الاحتلال الأمريكي في معاناة العديد من الآباء من أجل أبنائهم الشباب. بالنسبة للعديد من الناس، فإن حزن استشهاد الأعزاء والفراق الأبدي جلب أنواعا مختلفة من المعاناة. هنا وصلت الوحشية إلى أقصى حدودها، حيث تم جر جثث الشهداء الهامدة بالسيارات، وتم تمزيق أجساد الأحياء بواسطة الحيوانات البرية. لقد تعرضت هذه القرية لمداهمات شديدة جدا. إن أشدها على الإطلاق يعني الهجوم في قرية مومند في قرية نوشهر مديرية جنتال هو الهجوم الأكثر شديدا. استشهد الكثير من الناس. لقد تم قصف الناس وتمزيقهم. تم شن المداهمات عليهم وأدت إلى تدمير المنازل. هل ترى هذه المحلات؟ لقد جاءوا في إحدى الليالي وزرعوا القنابل في جميعها وفجروا جميع أبوابها. من هنا وبدون أي سبب أو مبرر دمروا المنازل والقرى. كان الناس يعانون بشدة، وكانوا في ألم شديد، وكانوا في عذاب شديد. لقد كانوا في عذاب شديد لدرجة حيث أن العديد من الناس فقدوا. كل هؤلاء الصغار أيتام، آباؤهم استشهدوا. حتى المراكز التعليمية والصحية هنا لم تكن آمنة عن هجمات المحتلين، بل تعرض المرضى الذين جاءوا إلى العيادات لتلقي العلاج للقتل بوحشية إلى جانب الأطباء، وأصبحوا ملطخين بالدماء. كان هنا 2 من المرضى، والآخرون الذين جاءوا معهم كانوا أفرادا من عائلاتهم. وكان هناك مرضى هنا، كانوا أناس مدنيين.
تم جلبهم إلى هنا لتلقي العلاج. في ذلك الوقت لم يتمكنوا من الذهاب إلى مزار لأن الأوضاع كانت سيئة، لذلك أحضروهم إلى هنا للعلاج، وكانوا مدنيين. أطلقوا النار واستشهدوا جميعهم. استشهد 3 أفراد من عائلة واحدة. لقد كانت الساعة تقترب من 11 ليلا. الطائرة غادرت المكان بعد قصفه، وعاد المدنيون، وكان بعض من الشهداء تحت الأنقاض، وكان بعضهم مصابين واستشهدوا بعد يوم. ثم أخرجنا المدنيين من تحت الأنقاض وأخذناهم إلى المستشفى، وكانوا واعين هناك ثم استشهدوا. وأما الآخرون فقد استشهدوا هنا في الحال. هؤلاء ال3 الآخرون. هنا كانت عيادة في هذا المكان. كان جميع المرضى من منزلنا وقريتنا يأتون إلى هنا لتلقي العلاج. وكانت الساعة حوالي 11 ليلا إن شاء الله أقل أو أكثر. أسقطت هذه الطائرة ب5 قنبلة عليه. استشهدوا 3 أشخاص من منزل واحد، وأصيب 3 أو 4 آخرون. هذا الطبيب نفسه، هذا الشاب الواقف هناك، كان تحت الأنقاض عند قاعدة الجدار عندما جاء الناس فأخرجوه. فعند نقل الشهداء قالوا: أين الدكتور شاه محمد؟ عندما بحثوا عنه وجدوا أنه كان تحت الأنقاض وأخرجوه، ولكنه كان سليما. ننهي تسجيلنا للأحداث المروعة من الفظائع والظلم والمعاناة في قرية عليزو في منطقة نوشهر هنا، وننتقل إلى قرية بابوريان. قرية بابوريان أهلها ضعفاء الظاهر، ولكن إيمانهم ويقينهم قوي. تم قصف والد نقيب الله هنا، واستشهد في نفس المكان مع عدد من القرويين. إن ذكرى حب والده الشهيد جلبت الدموع إلى عيونه. اسمي نقيب الله. كان أبي جالسا هنا وهو كان يعمل هنا. أنا ذهبت إلى المدرسة فاستشهد وهو جالس مع الناس. لقد كان يجلب لنا والدنا كل شيء، كنا أعزاء عليه. لقد ولت تلك الأوقات، والآن أصبحنا فقراء ومحتاجين. لقد استشهدوا المحتلون البرابرة الكائن العظيم ومنارة الأمل في حياة هذا الطفل، وحرموه إلى الأبد من رحمة الرب التي لا مثيل لها. بالنسبة لنقيب الله، الحياة بدون أب صعبة للغاية ومليئة بالمعاناة. إن المداهمات الوحشية والقصف السري والوحشية لم تترك أحدا في القرية دون أن ينجو من الأذى، ولم تكن النساء والأطفال وكبار السن بآمن عن هذه الفظائع. هنا عانى العديد من الآباء من حزن أبنائهم، والأخوات من حزن أشقائها الشباب، والأمهات من حزن قرات عيونهن، وأخذوا منهم كل آمالهم، وما زال يعاني في كل لحظة، وهذه المخاوف تسبب له ضائقة عاطفية ونفسية. سقطت قنبلة على المنزل، وأصيبت امرأة بجروح خطيرة وهي الآن مصابة، ولا تزال الشظية في رأسها وهي عالقة هناك في رأسها، وما زالت تعاني من الإعاقة والألم، ولا تزال تعاني حتى الآن. في بعض الأحيان تدخر النقود لشراء الدواء، وفي أحيان أخرى تتحمل آلامها. قمنا بزيارة قرية أخرى في جمتال التي أحرقها الاحتلال. نوآبد هي قرية أخرى في جمتال، حيث حزن جميع سكانها على فقدان أحبائهم على أيدي الجيوش الكافرة. كنت إماما لهذا المسجد في نوآباد. غادرت المنزل وكان أطفالي هنا، وكنا جميعا هناك، وأغلقوا هذه المناطق أمامي، وكنت أسير في هذا الشارع. من هؤلاء الأطفال كان أحدهم حفيدي، والاثنان الآخران أبنائي. قلت: يا إلهي، ماذا حدث لهؤلاء الأطفال؟ وصلت إلى وسط هذه الأرض، وعندما جاءوا هؤلاء ضربوني على الأرض. هكذا كانت حياتنا.
وفي النهاية كان هناك أشخاص آخرون خلفي، لذا قاموا بحملي وأخذوني إلى المنزل. وفي البيت قلت لهم: اتركوني اتركوني. دغه شي کیسه وه چې دغه ویلې په مخ کې ناست وو یو څو نفره. كانت بشكل حيث كنا جالسين أمام البيت، كنا عدة أشخاص، كنا 5 أو 8 أو 10 أشخاص أكثر أو أقل. كان عصرا بأن الطائرة وصلت وبدأت بقصفنا، وقاموا بتحطيم أبوابنا وانهدام جدراننا. أصبحت المنطقة بأكملها مغطاة بالغبار والتراب. كانت هناك امرأة في بيتنا أصيبت هي أيضا وأصابتها شظايا القنبلة. لا تزال جدراننا منهدمة وبيتنا أيضا منهدم. أنا بنفسي مضى عمري، لحيتي البيضاء تسببت بعدم استطاعتي إلى العمل، نفقة أولادي هي علي. أنا لا أفهم، ذهب هؤلاء القساة، لقد فروا واختفوا، سواء كان الأمريكيين أو الأربكيين أو أيا كان، فقد اختفوا. لقد تركوا لنا الأحزان، لم يبقى لنا مسجد، ولم يبقى لنا بيت، ولم يبقى لنا الأولاد. لقد نهب المحتلون الأمريكيون العديد من المناطق، ولم يتركوا أي عائلة لم تتأثر بالألم والحزن، وصنعوا تاريخا مخزيا من الوحشية في عصر العقلانية والحضارة. بعد صلاة العصر كنا نجتمع أمام المحل، 4 أو 5 أشخاص. جاءت الطائرات الأمريكية وألقت القنبلة. عندما سقطت القنبلة، ففي ذلك الوقت أصبح الجميع متفرقين. كنت تحت الأنقاض، شعرت وكأنني لست على قيد الحياة ومت، ولكن الناس ما زالوا يذهبون هنا وهناك. لقد حملوني وأخذوني إلى المستشفى، وعندما استعدت وعي بعد 2 أو 3 أيام، رأيت أن رجلي ليس موجودا. ثم عندما سألوني عن حالي وقالوا أن أخوك استشهد، لقد حزنت للغاية، حزنت جدا بأن أخي استشهد. لقد تألم قلبي، فأطلب الآن من الله المساعدة. هذه هي حالتنا، لقد حدثت حادثة هكذا يا أخي. كنا نشاهد القطعان، وكان هناك طفلين آخرين، كنت واحدا منهم. كنا نمشي على الطريق، لقد جئنا وقلنا بأن نذهب إلى المنزل. سقطت القنبلة على الطريق، ما أدى إلى استشهاد طفلين آخرين، كلاهما كان أبناء عمي، وأنا أصبت بجرح، وأصيب أحد أعمامي الآخر. فهكذا أخذونا إلى المديرية، ولم يقم الأربكيون بإزالة السيارة في المنطقة، فأخذونا إلى مزار، حيث تم نقلنا إلى المستشفى المدني. لقد بقيت هناك لمدة 2 أو 3 أشهر. لقد تم القبض على والدي، أخذه الأربكيون وقالوا إنه من طالبان، وألقوه في السجن. كنت ملقاة هناك في المستشفى، وكان عمي فقط معي، ولم يكن معي أي شخص آخر حتى ذلك الحين الذي كان والدي في السجن. كان رجلي في هذه الحالة، وكنت ملقاة هناك، وكان عمي معي في المستشفى. بعد ذلك في المستشفى أدخلوا الدبوس في رجلي وأطلقوا سراحي. كنت أريد أن أكبر وأتابع دراستي وألعب. عندما يلعب الأطفال الآخرين قلبي يؤلمني، أقول: أتمنى أن أكون سليما وأتمكن من العمل أو اللعب. أتمنى أن أدرس. ومن خلال توثيق هذه الحوادث، ربما كنت قد عرفت بأن العالم الغربي هو المدافع عن حقوق الإنسان أم هو مرتكب الجرائم الإنسانية. على الرغم من أن العالم الغربي في عصر العقلانية والحداثة ينادي لأجل حقوق الإنسان، ولكن على العكس من ذلك، فإنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم خلال احتلال أفغانستان الذي استمر 20 عاما. وكانت الفظائع التي ارتكبت في منطقة جمتال مثالا صغيرا منها.
إن عواقب الجرائم والفظائع لم تضعف المعتقدات الإسلامية والمعنويات لأهل هذه المنطقة فحسب، بل إنها لا تزال قوية، وعزيمتها ثابتة، وحريتها تزداد قوة يوما بعد يوم في هذه النار. وفي النهاية برزت روح الإسلام وأصبحت حية، وخاصة الدافع إلى النضال والدعوة إلى الجهاد المقدس في سبيل الله، وتشكلت منظمات وهياكل جديدة ومتينة للقيام بالنضال المقدس ضد الاحتلال والدعوة للجهاد. وأخيرا، وبفضل العون الإلهي، بلغت هذه الدعوة للحق من الشعار إلى الفعل إلى النصر والفتح، الذي اهتزت معه قصور الطغاة الباطلة في ذلك العصر وانهارت، ووجدت الحقيقة مكانها في مواجهة الباطل. جمتال خرجت من رماد الاحتلال، حاليا في جو من الاستقلال والسلام الحمد لله. ومنذ أن تولى النظام الإسلامي الحكم في البلاد، عاد أهالي هذه المنطقة مرة أخرى إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية، ويتوجه المزارعون إلى حقولهم، والطلاب إلى دراساتهم، وأصحاب المتاجر إلى متاجرهم بسلام. والآن يبدأ صباح أهل هذا المكان بآمال جديدة، وليليهم في سلام تام، ويلعب الأطفال لعبهم في أجواء صاخبة ومليئة بالضجيج، ويبدأ الشباب الآن في غناء أغاني الفرح بقدوم الإمارة الإسلامية. هؤلاء الناس امتنانا للحرية والاستقلال التي نالوها من الله تعالى، يطون أيديهم في الصلاة 5 مرات في اليوم ويسجدون شكرا لربهم. باعتبارنا وسيلة إعلامية وطنية مستقلة وملتزمة نعكس صوت الشعب، فإننا نقدم الفظائع والوحشية والجرائم التي ارتكبت خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان لمواطنين والعالم بشكل وثائقي. لو كنتم من الشهود على الحوادث والهجمات، عمليات قتل أو غيرها من الجرائم التي ارتكبها المحتلون الأجانب في مناطقكم خلال 20 عاما من الاحتلال، فيمكنكم مشاركتها معنا عبر تطبيق الواتساب حتى نتمكن من توثيقها إلى اللغتي الإنجليزية والعربية بجانب اللغات الوطنية، وإعطاء الأولوية لنشرها على شاشة التلفزيون الوطني. رقم الاتصال 0744343668.